تعالوا اقول لكم ايه احلى طريقه تاكلوا بيها الجبنه البيضاء الحادقه او الجبنه القديمه او المش والحاجات دي. طريقه سهله وبسيطه جدا وهتفضل عندكم يعني في التلاجة مدة طويلة قوي، هتغير فكرتكم عن الحاجات دي تماما. ويا سلام عليها بقى مع شوية مقرمشات، شوية توست محمص، عيش بلدي متحمص. دي من اكتر الاكلات السهلة السريعة اللي لازم تبقى موجودة في التلاجة بتاعت اي حد. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجة خالص هنشوف احنا هنستخدم ايه انواع الجبن اللي هنستخدمها. انا هنا استخدمت جبنة دبل، جبنة بيضة عادية دبل. عايز اقولكم الجبنة دي معمولة في البيت، والجبنة القديمة اللي هتتحط حاليا برضو معمولة في البيت هي والمش، وهنزل لكم طريقة الاتنين ان شاء الله في فيديوهات جاية بعد كده. كمان الجبنة القديمة اللي معمولة دي معمولة بقالها اكتر من سنة، فانا دلوقتي حاليا نزلتها لكم، فهنزل لكم الوصفه عشان تعملوها من دلوقتي على بال ما تقدم عندكم وتعمل لكم خلطه مش تحفه تقدروا تاكلوها وتستمتعوا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا هرست نوعين الجبنه مع بعض، انتوا ممكن تستخدموا اي نوع جبنه انتوا عايزينها. هرستهم كويس قوي مع بعض الاول بالشوكه من غير اي اضافات. الاضافات اللي هنحطها بقى دي ترجع لكل واحد فينا حابب ايه. انا اكتر اضافات بحبها، بحب الطماطم، الفلفل، الجزر، بحبهم جدا. ما بضيفش خيار عشان بحسه بيبوظ في التلاجة لو قعدت الجبنة مدة في التلاجة. كمان بحب احط طحينة عشان بتقلل الملوحة بتاعة الجبن. معلقة صغيرة من حبة البركة، انا حطيت حوالي 4 أو 5 معالق كبار من الطحينة. حطيت زيت ذرة، ممكن تستخدموا زيت زيتون او اي زيت انتوا عايزينه. هنقلب الكلام ده كله مع بعض. ممكن اي مكون من المكونات دي مش عايزين تضيفوه مفيش مشكلة، ما تضيفوهوش عادي جدا. هنقلب الكلام ده كله كويس زي ما قلت لكم. هنحطه في علبة محكمة الغلق، هنحطها في التلاجة تفضل معانا مدة طويلة جدا، شهور وشهور، مش هيجرى لها اي حاجة، ما تقلقوش. جربوا طريقة الجبن دي زي ما قلت لكم كده. اكتبوا لي في الكومنتس رأيكم وابعتوا لي الصور على الانستجرام، هسيب لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. متنسوش تعملوا شير للفيديو. باي.